السلام عليكم. مازال كتفكري شنو غادي ديري الطبله ديال الفطور ديالك؟ كتفكري بشي مملحه اللي تكون سهله ولذيذه وسريعه؟ جبت لك اليوم واحد الفطير على شكل شميشه مذاق البيتزا، كتجي رائعه وسهله في التحضير. ونشوفوا المقادير. اول حاجه عندي هنا 3 كيسان ديال الفورس مع كاس ديال الفينو، المجموع هو 400 غرام. عندي معلقه كبيره ديال خميره حبيبات، عندي 2 معالق ديال السكر سنيده، 2 معالق ديال الحليب بودره. غادي نخلطوا هاد المقادير هما الاولى مع بعضياتهم باش داك السكر كينسجم مع ديك الخميره وداك الدقيق. غنضيفوا واحد المعلقه صغيره ديال الملحه، وكنضيفوا 2 معالق كبار ديال زيت الزيتون. من بعد غادي نضيفوا واحد البياض ديال البيضاء والصفار غادي نحتفظوا به تندهنوا به هاد الفطيره ديالنا. واللي كيعطي لهاد الفطيره ديالنا واحد اللذه وواحد البنه هما هاد لي زيرب دو بروفونس او اعشاب منسمه اللي كيعطيوها واحد المذاق لذيذ. من بعد ما ضفت هذوك الاعشاب غادي ندوزو نخلطوا المقادير ديالنا بالماء اللي كيكون دافي. كنوضعوا الكاس الاول والكاس الثاني كنبقاو نضيفوه بالتدريج باش ما يشمتناش هذاك الدقيق، حيت كاين ما كتعرفوا كاين الدقيق اللي كيشرب وكاين الدقيق اللي ما كيشربش. كنبقى نجمع وكنضيف الماء غير بالتدريج حتى كنحصل على واحد العجينه اللي كتكون رخوه، كتكون رطبه، كتلتصق في اليدين، لان البيتزا كما كتعرفوا انها كتبغي تكون العجينه ديالها مرخوفه باش كتجي النتيجه ديالها زوينه. كما كتشوفوا كنبقى نضيف وكنجمع حتى غادي نكمل هذاك الكاس الزواج كله. من بعد غادي نبقاو نخدموها بيدينا كما غادي تشوفوا معايا في الفيديو. كنبقاو نكملوا بحال هذا الشكل، كنجمعوا هذاك الدقيق اللي بقى لنا وحنا كنضيفوا الماء كما قلت لكم. دابا غادي نضيف هاد الكميه اللي بقات ليا في هاد الكاس، يعني داك الربع اللي بقى، وغادي نبقى نجمع بحال هاد الشكل وانا كنعجن. في نفس الوقت كنجمعوا وفي نفس الوقت كنعلكوها باش تجي العجينه مرخيه، وفي نفس الوقت معلوكه. كنستمروا بحال هاد الشكل حتى ما غتبقاش تلتصق لنا في اليدين، يعني هذاك الجليتان اللي غيكون فيها في الدقيق غادي يخرج وغادي يعطينا واحد القوام اللي غيكون متماسك وشاد في راسو. هانتوما كتشوفوا راه ما بقاش كتلصق لي في يديا، كتبقاو معاها غير بشويه حتى كتجمع. وغادي ندوزو دابا غادي نغطيوها بواحد البلاستيك غذائي او فيلم اليمونطير ونخليوها تختمر في شي بلاصه اللي تكون سخونه. هي كتختمر بسرعه. الوقت اللي كتخمر فيه كنوجدوا العناصر اللي غادي نزينوا بها هاد الفطيره. انا خدات لي ربع ساعه ديال الخميره. هانتوما كتشوفوا من بعد ما خمرت ليا هاد العجين ديالي بحال هاد الشكل وضاعف الحجم ديالو، دابا غادي ندوز نديكازيه او غادي نخويها من هذاك الهواء اللي غيكون فيها بحال هاد الشكل باش يسهل علينا ان احنا نسرحوها. وهنا عندي دقيق الفينو او السميد الناعم هو اللي غادي نقرص فيه هاد الفطيره ديالي. كنحاولوا نجمعوها غير بحال هاد الشكل، ما تخرجوش في داك الفقاعات اللي كيكونوا فيها. وكندوزو كنطلقوها بالمدلك على واحد السمك اللي كيكون رقيق. ضروري ترقوها لان كما كتعرفوا فيها الخميره والوقت اللي غادي، لان هاد الفطيره ما كتبغيش تجي غليظه، كتبغي تجي رقيقه باش ملي كتدخل الفران كتنتفخ واحد شويه وكيجي المنظر ديالها زوين. كنبقاو نسرحوا هاد العجين بطبيعه الحال بمساعده المدلك، وكنرشوا مره كنرشوا بالدقيق باش ما تلصقش حتى كنحصلوا على واحد السمك اللي كيكون رقيق. كنهزو ديك القطعه ديال هاد العجين كنوضعوها فوق هاد الورق ديال الطبخ، وكنجيبو واحد الطبسيل كنوضعوه في الوسط. وغندوزو دابا ندهنوها بلا صوص ديال البيتزا اللي كنت شاركت معكم في القناه. شو القوام ديالها كيجي ما شاء الله، كتجي احسن من ديال اللي كنشري من المحلات وما فيها لا مطيشه ديال الحك لا مواد حافظه لا حتى شي حاجه. كنبقاو نوزعوا هاد لاصوص طوماط ديالنا بحال هاد الطريقه هذه. كنحاولوا ما توصلوش هذيك لاصوص الاطراف ديال هاد العجين لان غادي نحتاجوهم باش نلصقوا فيهم الطرف ديال العجين الاخر. كنسرحوا هاد لاصوص طوماط غير بالمهل. هذاك الدور ديال هذاك التبصيل باش عندنا الغرض ان داك الوسطاني يبقى نقي ما يتقاس لا مطيشه لا مكونات. كنرشوا واحد شويه ديال الموتزاريلا، تستعملوا اي فرماج متوفر عندكم، اي فرماج كتبغيو. كنضيفوا غير القليل باش يتثبت عليه هذوك العناصر اللي غادي نضيفوا. انا هنا استعملت كفته، تقدروا ديروا طون كيبقى لكم الاختيار. كنبقاو نوزعوا هاد الكفته على جميع الجوانب حتى غنكمل الكميه اللي عندي. من بعد انا زولت هذاك الطبسيل اللي درت ووضعت واحد الكميه من الفرماج فوق هذيك الكفته ديالنا. هنا عندي اختياريه شويه ديال الفلافل الالوان،
الا بغيتو ديروهم ديروهم، ما بغيتوش كيبقى لكم اختيار. وكتضيف واحد الكميه د الفرماج كتكون مهمه على هذا الخليط مع واحد شويه ديال الكاشير، وكندوزو كنقسمو هذيك الجهه اللي كانت فيها التبصيل على 8 د الاجزاء، كنقسمو على 4 وكل ربع كنقسموه على 2 حتى كنحصلو على 8 ديال الاجزاء بهذا الشكل كما كتشوفوا معايا في الفيديو. من بعد غادي نجمعوا هذاك الطرف ديال ديك المثلثات وغادي نثبتوه في الجنب ديال العجين. داكشي اللي قلت لكم ما ديروش فيه مطيشه لان ما غاديش يلصق الا قصتوه بلا صوص. وكتحاولوا تثبتوا هذوك الجنيبات اصبع ديالكم باش منين تدخل الفران وطيب ما يتحلوش هذوك المثلثات. كتبقاو تدخلوهم من التحت وكتثبتوا، كنبقاو مستمرين حتى نكملوا هذوك جميع الاطراف اللي عندنا بحال هذا الشكل. شوفوا المنظر ديالها كيجي زوين. من بعد غادي نجيب هذاك صفار البيض اللي خلينا غنضيفوا له واحد قطرات من الخل وغادي ندهنوا هاد الجوانب بهذا الصفار باش ملي يتحمروا ويعطيو واحد اللوين زوين وكيجيو مذهبين. انا هنا زينتهم بواحد القليل من الجنجلان. غادي ندخلها للفران اللي كيكون سخون، كنشعلوها غير من الجهه التحتانيه حتى كتحمر وعاد كنشعلو عليها من الفوق. اش قلت لكم ما خصهاش تكون غليظه لان ملي كطيب كتنتفخ. هانتوما هذا هو الشكل النهائي ديال هاد الفطيره ديالنا، كتجي رطبه وكتجي مفرمجه وكتجي لذيذه وغيحماقوا عليها وليداتكم وعائلتكم. انا غادي نقطع معكم واحد الطريف باش تشوفوا كيفاش كتجي التحميره ديالها من التحت وكيفاش كيجي داك العناصر اللي ضفنا لداخل داك الفرماج وديك الكاشير مع ديك الكفته كيعطيها واحد المنظر واحد المذاق هائل. ضروري تجربوا هاد الفطيره وتخليوا لي رايكم في التعاليق. كما كنعرفوا ان ضروري كنبغيو ننوعوا في طاوله الافطار ديالنا، كل مره كنديروا وصفه جديده، وصفه اللي كتعجب العائله ديالنا. شوفوا ديك الكفته مع هذيك الفرماج مع ديك الكاشير عطاها واحد المنظر واحد المذاق هائل. نتمنى تكون هذا الاقتراح نال الاعجاب ديالكم وتجربوه وتبارطاجيوه مع الاحباب. ولا كنتم مازال ما اشتركتوش نتمنى تشتركوا فضلا وليس امرا. خليتكم على خير، نتلاقى معكم مع اقتراح جديد ووصفه جديده. مع السلامه.